النهاردة أنا جاي أقول لكم على قصة أو موقف من أكتر المواقف المرعبة اللي حصلت لي في حياتي، لدرجة إن بعض الناس اللي بحكي لهم مش مصدقين اللي حصل، فاكرين إني بفتعل قصة. بس أنا بعذر اللي مش بيصدق. أصل أنا لو حد حكالي الحكاية دي أنا برضو ما كنتش هصدقها. يوم 1 أغسطس 2024 اتحركت من القاهرة في طريقي لأسيوط عشان أحضر فرح واحد من أعز أصدقائي، وعشان دي كانت أول مرة أروح فيها أسيوط كنت متابع معاه على اللوكيشن لحظة بلحظة، عشان متوهش الشمس غابت وأنا في الطريق والجو بدأ يليل عليا، ولقيت نفسي ماشي في طريق ما فيهوش أي كشافات ولا إضاءة، ظلام دامس مفيش أي فرصة استكشف بيها شكل المكان اللي ماشي فيه. وكالعادة كل ساعة تقريبا ببعت اللوكيشن لصاحبي اللي أنا رايح له عشان أعرف أنا ماشي صح ولا غلط، عشان يرد عليا الرد اللي قدامكم ده أي وجود. المشكلة ساعة اللي حصل لما التليفون وقع مني من التوتر اللي كنت فيه، نسيته ومشيت فمش عارف أوصله أو اتصل بيه. قررت أدخل البيت من نفس الباب اللي دخل منه، عزام أشوف مين جوه أسأله على صاحبي اللي أنا جاي له. لكن دخلت البيت من جوه كان غريب، كان أشبه بالبيوت بتاعت زمان اللي محدش بيسكن فيها دلوقتي. الأغرب كمان إن البيت كان فاضي مفيهوش حد، بس كنت سامع نفس الصوت الموسيقي اللي بره. بس في الدور التاني طلعت على السلم اللي كان أشبه بحجارة مرصوصة، مش سلم طبيعي زي السلالم بتاعتنا، عشان أشوف عزام قاعد قدامي بطريقة غريبة، وحواليه ناس كتير على شكل دايرة عمالين يغنوا ويعزفوا نفس الموسيقى المرعبة. الغريب كان مديني ظهره، لكن مجرد ما طلعت لف وشه معرفش ازاي حس بوجودي وسط الصخب ده. بلعت ريقي لأن قلبي اتقبض من بسطه. عينيه شكلها رعبني مش زي ما شفته أول مرة. من الخضة فضلت واقف باصص قدامي مش بنطق، عشان فجأة ألاقي كل الناس اللي كانت بتغني قامت ترقص رقص غريب، رقص مش طبيعي. بس مش ده المرعب. أنا مش مصدق اللي عيني شايفاه. الهدوم اللي لابسينها أثناء الرقص وقعت من جسمهم، عشان أشوف قدامي أجسام كلها شعر ورجول حيوانات سودة سواد مرعب. عيني تكاد تكون وسعت أكتر من الطبيعي من الذهول. قلبي كان هيقف من الخوف قبل ما أقرر أهرب. أنا مش وسط بشر ده اللي اكتشفته أخيراً. نزلت جريت على نفس الطوب المرصوص ورحت ناحية الباب اللي دخلت منه، لكن الغريب الباب كان اختفي وما فيش غير حيطة. فضلت أتبدب بنعادي زي المجنون وأنا بصاروخ حد ينجدني، بس ما فيش فايدة. بصيت ورايا لقيت أوضة صغيرة خالص أشبه بالحمام. رحت أبص جواها يمكن ألاقي فيها شباك أو أي مخرج. هي كانت بالفعل بشكل كبير شبه الحمام، لكن اللي شفته فيها كان كائن بنفس جسم الكائنات اللي شفتها، مليان شعر وراسه راس كل الباب بعيون حمراء. منظر مرعب يوقف القلب. فضلت انهج بسرعة كبيرة من الصدم، أما فضلت أبصله وأنا بنهج بس مش قادر أرفع رجلي. لكن فجأة لقيت جسمي بيلف لوحده عكس الاتجاه، وأشوف عزام واقف قدامي وبيقول لي: مبسوط معانا في العرس؟ صرخت فيه وقلت له: أبعد عني، ابعد عني أنت جن. فضل يضحك ضحكة مرعبة مستحملتش اسمعه. كنت حاسس ان ودني هتتفرتك من صوته، من قوة صوته. البيت كان بيترج زي ما يكون فيه زلزال، وبدأ طوب بأحجام كبيرة يقع من السقف، وانا بحاول اتفاداه عمال اجري يمين وشمال زي المجنون. لو طوبة وقعت فوق دماغي هتجيب اجلي، وهو مستمر في الضحك لحد ما لا توقعته حصل. نزل فوق نفوخي طوبة ضخمة. حسيت بعدها ان دماغي اتقسمت نصين، وفي لحظتها عيني غمضت بوضع الدنيا. لكن الغريب إني لقيت نفسي لسه حي. فتحت عيني لقيت نفسي وسط المقابر ودماغي فيها ألم لا يحتمل. بصيت حواليا لقيت واحد ماسك مية بيفوقني وبيسألني أنا مين وجيت هنا إزاي. طلع حارس المقابر. حكيت له اللي حصل وهو بيضرب كف على كف مش مصدق. اتصل بصاحبي جالي بعد ما اديته نمرته، جالي هو وناس كتير. طلع إنه كان بيدور عليا بعد ما بعت له اللوكيشن. نقال لي إن المنطقة دي معروف عنها إن بيسكنها الجن ومحدش من البلد بيقرب ناحيتها، وإنه قلق عليا خصوصاً لما بعت له اللوكيشن، ومن بعدها ما ردتش تاني وما كنش عارف يوصلي. وإنه راح اللوكيشن هو وناس من زمايله، لاقي الموبايل مرمي والعربية بتاعتي واقفة. الغريب إني متأكد إني روحت الفرح اللي فيه. الكائنات دي بالعربية إزاي واقفة في مكانها؟ طيب أنا جيت إزاي المقابر اللي بتبعد عن نفس المكان اللي فيه العربية حواليه 8 كيلومتر؟ ما هو مش معقول أنا مشيت كل المسافة دي. محدش كان مصدق حكايتي غير الناس اللي عارفوا إن المكان ده فعلا مسكون، لدرجة إن في واحد منهم قال لي إني كنت في فرح من أفراح الجن
الصدمة الناعمة والذهول اللي حصلوا لي يومها لسه مأثرين عليا لحد اللحظة اللي بكتب فيها البوستة. حتى دماغي بيجيلي فيها ألم مش طبيعي في بعض الأحيان، ألم مش مفهوم سببه، ومش عارف انتوا كمان هتصدقوني ولا لا.